كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمهم الله: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والثاني ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة: احترسوا من الناس بسوء الظن. ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإنما المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك، إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقوال تصدر منه فيظن به ظن السوء. وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يقوم به، أن يظن ظن السوء.